السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صادفك في منامك، وأكيد صادف الكثير، أنك تجد كنزا وتعرف حتى الكمية أحيانا، أو أنك تستخرج صندوق أو جرة في منامك وأنت فرحان في منامك وتفسر لك بأشياء سيئة؟ ليست سيئة، الكنوز موجودة وحقيقة، والكنوز هي بأمر الله، والكنوز هي لا تأتي إلا بأمر الله. سواء عندك جهاز، سواء نقبت، سواء بحثت، لن تجد إلا بإذن الله تعالى. فرؤيا الكنوز إخواني الكرام هي رسالة مبشرة بالخير بإذن الله، وتدل على أن رزقك جاي لا محالة، لكن يجب عليك الحذر، لأنك أنت الآن تفسر في زمن ليس في كزمن رسول الله أو زمن صحابته أو زمن الخلفاء أو الأزمنة التي سبقتهم، فكل زمان يقع عليه تأويل. فمثلا أنت في الحقيقة وجدت كنزا في مكان أو في دولة عربية، كيف ستقوم؟ كيف أعطيني كيف ستصرفه؟ لابد أن دولتك ستأخذه وتعطيك نسبة ضعيفة إن أعطوك أصلا. هذه هي قوانين المعمول بها. فهذا دليل أيضا في المنام على أنك سترزق، لكن يجب عليك الحذر والتصرف بحكمة. الله إذا أراد أن يبشرك بمال أو كنز يعطيك حتى رموز أخرى، لكن رؤيا الكنز بالذات أو وجوده إن شاء الله أو الكمية أو غيره تبشرك برزق وجب عليك فيه الحذر، لا أكثر ولا أقل. فالكنوز إخواني الكرام أيضا التنقيب عنها صعب، وفيها كوارث لمن يجهل، لأن ثم فخاخ ومصائد وغيرها لا قدر الله، وثم من يحرسها الجن وغيره، فهذا خطأ. فقلت لك أنا تكون الأمور على ظاهرها، فهذا رزق قادم لك، لكن يجب عليك الحذر فيه، وإن حصل ومعك هذا الرزق تصرف فيه بحكمة. شكرا لكم على المتابعة.